من البدايه شوفوا كارفخال قال لي يامال اترك الحديث خارج الملعب واحترم المنافسين. يامال رجع لكارفخال، بعدين جاء تيبو كورتوا جاء هنا وقال لي يامال اترك التصاريح، وصارت المشاهده والمناوشات. دخل عليهم مين؟ فينيسيوس، وجاء يعني كارفخال من الحرس القديم. كارفخال اول من بداها، كارفخال كان متعود يسوي الاشياء هذه مع سيرخيو راموس وكاسيميرو والجماعه بيبي، وانتم عارفين عاد ما يحتاج اجيب الرساله الثانيه. لكن تصريح يامال خارج الملعب كان مستفز للامانه، وتصريح والد يامال اليوم، والد يامال كمان اليوم العصر او الظهر صرح تصريح مستفز، يعني قلل من المنافس. هذا اللي زعلني. لامين يامال موهوب، لعيب حريف، صرح قبل كذا كثير وانتصر، عارفين، وكنا نقول الولد ده شخصيته كبيره كيف يصرح بهذا العمر. لكن في مرات الامور هذه تجي عكسك، الاعلام حيقلب عليك، انت بهذا العمر ممكن تتاثر. اليوم والد لامين يامال منزل فاتح لايف ويقول، وهو يطبخ، والد لامين يامال وهو يطبخ يقول انا اطبخ هنا وابني سوف يطبخون هناك. اللاعبين نشوف عندهم اصحاب، عندهم عائلات، يورونهم الرسائل، يورونهم. المباراة كانت مشحونة بسبب تصريح يامال ووالده، وهذا الشيء يامال في النهاية بشر، حتى لو كان موهوب لو كان خالق بشر. رونالدو وميسي اللي انضرب فيهم المثل كانوا يختفون قبل الاحداث الكبيره، يعني ما يطلع يسوي حركات ويقلل من المنافس مهما كان لعيب، مهما جابوا 5 بلندور 8 بلندور. هذا جاب كاس العالم ومحترم كذا ماشي بلقه يطالع تحت، والله العظيم جايب كاس عالم وجايب 8 بلندور واكثر من ساهم في كره القدم، والثاني الهداف التاريخي لكره القدم. ما يقلل من احد، ما يقللوا من احد. رجل احترامك لمنافسك هذه أولى الخطوات اللي تخليك باقي في القمة. أقسم بالله العظيم 4 5 6 لعيبة، يعني ما حتصرح من برشلونة إلا أنت. أنا متأكد لابورتا، ديكو، فليك، إدارة برشلونة ما حتعدي عليهم هذه الأمور أبدا، ما حتعدي عليهم. أتوقع حيتفاهموا مع يامال وحيجلسون معاه وحيتفاهمون مع والد يامال كثير الفترة الجاية. وكورتوا ايضا راح لامين يامال وقال له اترك التصاريح اللي خارج الملعب. لعيبه مدريد كانوا زعلانين من تصريحات لامين يامال امس، يوم قال تركت الخوف في الحديقه رميته منذ زمن. والد لامين يامال خرج اليوم وهو يطبخ، قال انا اطبخ هنا وابني يطبخهم في الملعب. بعيد عن كل شيء، تشابي الونسو ما احترم فينيسيوس جونيور. فيني يعطي 150% وسوى كل شيء، ومبابي ضيع بلنتي. لما تطلع مبابي؟ ليش مبابي لا يمس؟ كيف تخرج فيني؟ كلاسيكو، رجال سوى كل شيء، يركض ويجري، تروح تسحبه دقيقة 70، يبغى يلعب، من حقه، من حقه كذا يزعل ويتكلم، من حقه. انا نجم، انا نجم. مبابي ما يطلع اوكي، اليوم مبابي سيء، مبابي من بعد البلنتي ما هو موجود، خرج ولد فايزة، طلعه عادي يطلع ويبقى فينيسيوس ونزل جونزالو. سويت فيلم كبير تشابي الونسو، لا تشابي الونسو خربها اليوم مع فينيسيوس. ما حد من اللعيبه راضي انه فين يطلع، انا متاكد بذلك. حتى بيريز فوق في المقصوره ما هو راضي، بس فين ترى فينيسيوس دمه حار، يحب مدريد، والدليل انه خرج ورجع الملعب مره ثانيه وكان مبسوط بالفوز، فوز مدريد، وكان مساهم. بس الطريقه اللي عاملوا فيها تشابي الونسو ما احترموا ابدا. ميليتاو اللي قدم هذا الاداء اليوم راجع من رباطين، اصابتين الرباط. اي واحد يحسب الاصابه تنهيه. هذا اللي لعب الكلاسيكو اليوم وما حد عدى من عنده ولا احد مشي ولعب مباراه العالم باكمله اتفرج عليها، راجع من اصابتين الرباط. اصابتين، كل اصابه 6 اشهر، سنه كامله من حياته موقف كوره، ورجع الليفل عالي، مستوى ايه، ريال مدريد برنابيو كلاسيكو ضد برشلونه، وقدم هذا المستوى. والله يا عيني عليك يا ميليتاو، ما شاء الله تبارك الله، والله يا عيني عليك، يا عيني على الاصرار. يعني اليوم تشعر انه مفاتيح البرنابيو معاه، هو اللي فتح الملعب وشغل الاضاءه، هو فتح الملعب وشغل الاضاءه وانتظر اللعيبه يوصلون. ما حد خلاص حافظ شبر شبر. تبغى فوق يركب، تبغى تحت في الارض يعطيك، تبغى التدخلات شرسه يتدخل 50-50. برشلونه اليوم افتقد رافينها اليوم لو كان متواجد فيرمين لوبيز اتأنن في كورتين كان يقدر يمررها وتيجي منها اهداف. راشفورد حاول، يامال ما كان موجود، رغم انه اعطى كوندي كوره راس. ليفا لو كان في الراسيات
كان فاد. العرضيات برشلونه اليوم ما كانوا خطيرين مره، الغيابات اثرت، نعم اثرت، بس رافينا لو كان في اليوم كانت في مساحات ورا، ورافينا كان سريع جدا ومهاري، واحد بواحد يروح وقدمه اليسرى على الباب. والبرشا افتقد رافينا. هارد لك جمهور برشلونه، مبروك جمهور مدريد.